صباح الورد، يلا نحكي فيلم نايت آت ذا ميوزيوم. وحكايتنا بتبدأ مع روبن الحارس الليلي الجديد في متحف التاريخ الطبيعي. وبيكون متحمس جدا لشغله الجديد، وبيلاقي فجأة قدامه قرد، ومش بيكون فاهم القرد ده بيعمل ايه هنا. وبعدها بيبدأ يحس بحركة مش عادية في المتحف، وبيظهر قدامه قائد عسكري وبيقوله إنه ثيودور روزفلت رئيس أمريكا. وبيكون روبن مفكره مجنون، وبيهدده إنه هيبلغ البوليس. لكن بيظهر أسد وبيخاف روبن وبيجري، وبيكتشف إن كل التماثيل اللي في المتحف بتتحرك وبتبدأ تهاجمه. وبيجري روبن وبيخرج بره المتحف وبيشوفه لاري وهو بيجري. وبيكون لاري الحارس الأساسي للمتحف، وبيكون عارف بإن تماثيل المتحف بتتحرك. وبيدخل لاري للمتحف وبيبدأ يتكلم مع التماثيل وبيلوم عليهم إنهم خوفوا الحارس الجديد وبسببهم هرب، وإنه كل ما بيجيب حارس بيخوفوه. وبنعرف إن لاري مسافر في الصيف، وإنه هيكون مدير متحف طوكيو ومحتاج حارس مكانه. وبيقترح عليه ثيودور واللي بيقولوا له تيدي إنه يقول لابنه ناكي إنه يكون الحارس الليلي الجديد، خصوصا وإنهم بيحبوه وإنه يعرف عنهم كل حاجة. وبتأيد كلامه ساكا واللي بتكون من قبائل الهنود الحمر. وبنروح لنيكي واللي بيكون حلمه إنه يقدم في فريق الموسيقى، وبيدخل للجنة واللي بتكون عبارة عن مدرسة الموسيقى لوحدها. وبيبدأ نيكي إنه يعزف، لكن بيدخل واحد من الطلبة وبيقاطع نيكي، وبتزعق له المدرسة وبتطلب من نيكي إنه يكمل. فجأة بيحس نيكي بالفشل وإن الموسيقى بتاعته مش هتعجب المدرسة، وبيمشي بدون ما يكمل عزف. وبعدها بيقابل بابا لاري في مطعم صيني، وبيقول له بابا إنه عارف قد إيه هو موهوب في الموسيقى وإنه لازم يؤمن بنفسه. وبيعرض عليه لاري إنه يشتغل مكانه في المتحف علشان يثق في نفسه أكتر ويشغل وقته في الصيف. وبيقوله نيكي إنه فاشل ومش بيعرف يعمل أي حاجة. وبيعترض لاري على كلامه وبيقوله إنه مش فاشل ولا حاجة، وإنه كل اللي محتاجه إنه يثق في نفسه أكتر. وبيروحوا البيت وبيقول لاري لمامة نيكي إنه هيشتغل مكان باباه في المتحف، ومش بتوافق في البداية. لكن بيقدر لاري في النهاية إنه يقنعها إن نيكي محتاج الشغل ده علشان يثق في نفسه ويطور منها أكتر. وبتوافق مامة نيكي في الآخر. وتاني يوم بيروح نيكي الشغل الجديد وبيقابل هناك دكتور ماكفي مدير المتحف، وبيكون متعصب جدا ان نيكي متأخر 3 دقايق بحالهم، وبيقوله انه شاب مستهتر وانه متأكد انه هيفشل في المهمة دي. وبعد ما بيمشي دكتور ماكفي بيحتفل كل التماثيل بنيكي وبيرحبوا بيه وبيسلم نيكي على كل التماثيل واللي بيكون صاحبهم من وهو صغير. وبيروح يسلم على تماثيل صغيرة لأوكتافيوس واللي بيكون قائد روماني، وتمثال تاني صغير لراعي بقر. وبيتصل بيه باباه علشان يطمن عليه في أول يوم في الشغل، وبيطمنه باباه وبيقوله إن أول ليلة هتكون أصعب ليلة في الشغل، لكنه هيتعود مع الوقت والأمور هتمشي تمام. وبيقوله باباه إنه يتأكد إن القبو مقفول والأوض بتاعته كمان مقفولة، وبيقوله إن ده أمان ليهم كلهم. وبيفكروا باباه بقانون المتحف، وهو إن لو الشمس أشرقت وفي تماثيل بره المتحف هتتحول التماثيل لتراب ومش هترجع تاني. وبعد المكالمة بينزل نيكي للقبو وبيكون مرعوب جدا، وبتكون التماثيل اللي في القبو شكلها مرعب لأنها كلها معرضة للصيانة. وبيسمع نيكي صوت خارج من أوضة في القبو وبيخاف وبيجري. ولما بيخرج من القبو بيسأله تيدي عن اللي حصل، وبيكدب عليه نيكي وبيقوله إنه قفل كل أبواب القبو زي ما بابا قاله. وبنروح للأوضة اللي كان خارج منها صوت في القبو، وبنشوف تمثال لخامون رع وبيقول إنه أخيرا هيقدر يخرج من هنا ويحكم العالم. وبنشوف نيكي وهو بيتكلم مع تيدي وساكا، وبيلاقي إن اللوح السحري واللي بيكون السبب في إن التماثيل رجعت لهم الحياة من تاني مش موجود في مكانه. وبيظهر لهم خامون رع وبيكون معاه اللوح، وبيقول لهم إنه رجع علشان ينتقم من لاري لأنه حبسه وحطه تحت في القبو. وبيقولوا نيكي إنه مش لاري وإنه ابنه نيكي. وبيقولوا خامون رع إنه هينتقم من أي حد. وبيقول لهم إنه باللوح اللي معاه هيروح للقسم الفرعوني ويصحي حراسه ويرجع لمصر القديمة ويحكم العالم. وبيجري خامون رع وبيجري وراه كل التماثيل وبيطاردوه، لكن بيقدر في النهاية إنه يهرب منهم وبيخرج بره المتحف. وبيخرجوا وراه بسرعة، لكن مش بيلاقوه ومش بيكونوا عارفين هو راح فين. وبتشوف جان دارك ودي بتكون فارسة فرنسية من العصور الوسطى رؤية إنهم هيطاردوه وهيفضل يهرب منهم لغاية ما يوصل عند الرئيس جورج واشنطن. وبيقول لها تيدي إزاي هنوصل جورج واشنطن دلوقتي. وفجأة بيشوفوا عربية ماشية لمتحف فنون المدينة وبيكون عليها صورة جورج واشنطن، وبيتحركوا على هناك. وبنروح لخامون رع واللي بيوصل للمتحف وبيصحي التماثيل اللي هناك، وبيقرر إنه يوصل للقسم الفرعوني ومنه لمصر القديمة.
وبتوصل المجموعة للمتحف وبيقول تيدي لنيكي إن اللوح زي بوابة، وإن الفرعون هيشغلوا على أي لوحة للقسم الفرعوني وهيتنقل منها لمصر القديمة. وبيجروا بسرعة في المتحف لغاية ما بيلاقوا خامون رع، وبيحاول إنه يهرب منهم وبيدخل جوه لوحة لجورج واشنطن بتكون عبارة عن مركب في بحر. وبيبين نيكي اللوحة وبتقع المية من اللوحة بما فيها المركب. وبيقرر خامون رع إنه يدور على حد يساعده، لأن نيكي وأصحابه عددهم كبير. وبيوصل للقسم الفرعوني وبيصحي إله الفوضى عند المصريين القدماء علشان يساعده. وبيتصدم خامون لما بيلاقي الإله عبارة عن فار، لكن إله الفوضى بيقوله إنه إله في مصر القديمة واسمه ساث. وبيوصل نيك وأصحابه وبيهاجمهم ساث، وبيضرب عليهم ليزر من عينه علشان يقضي عليهم، لكن مش بيقدر يأذيهم. وبيستخدم خامون اللوح وبيصحي تمثال لعقرب ضخم، لكن المجموعة كلها بتتجمع مع بعض وبيقدروا في الآخر إنهم يهزموه. وبيوصلوا أخيرا للقسم الفرعوني وبيلاقوا إن خامون دخل لمصر القديمة من لوحة. وبتقرر التماثيل إنهم يدخلوا وراهم ويرجعوا اللوح. بس نيكي بيكون خايف في البداية، لأن لو الوقت سرقهم والشمس طلعت فالتماثيل كلها هتتحول لتراب. وبيكون قدامهم 4 ساعات بس على شروق الشمس. وبيقرر نيكي إنه يدخل مع باقي التماثيل للوحة وبيوصلوا لمصر القديمة. وبنشوف إن خامون وساس راكبين مركب في نهر النيل وفي طريقهم لمعبد الشمس. وبياخد نيكي هو كمان مع باقي التماثيل مراكب وبيتحركوا في نهر النيل، لكن بتهاجمهم تماسيح النيل العملاقة. وبيقع رجل الكهف لا في النيل وبيسحبوا التماسيح، لكن بينط نيكي في المية وبمساعدة باقي المجموعة بينقذوا لا وبيخرجوا من النيل. وبيقرروا يكملوا طريقهم مشي. وبنروح لخامون وساس واللي بيوصلوا لمعبد الشمس وبيستخدموا اللوح وبيصحوا الإله رع. وبيستأذنوا خامون إنه هيدخل المعبد. وبعدها بتوصل المجموعة للمعبد وبيعرفوا من النقوش المرسومة على الجدار إن خامون هيعزف مقطوعة موسيقية يصحي بيها جنود الظلام، وإنه هيعمل كده في الغرفة العليا من المعبد. وبيجروا بسرعة علشان يحاولوا يوقفوه، لكن في طريقهم بيكون في أفخاخ كتير. وبيروح لها علشان ياخد الشعلة اللي على الحيطة علشان ينور بيها الطريق، لكن هي كمان بتكون فخ. وبيقع لها في غرفة سفلية وبتظهر له فيها مومياء لقرد كبير وبتجري وراه. وبتوصل المجموعة لخامون رع واللي بيستخدم اللوحة وبيصحي التماثيل العملاقة وبيأمرهم يحموه. وبتبدأ التماثيل إنها تهاجم المجموعة وبتدور بينهم حرب قوية. وبتلاحظ جان دارك إن نقطة ضعف التماثيل دي هي عيونهم، وإن تدمير العيون دي معناها تدمير التماثيل كلها. وبتبدأ المجموعة إنها تدمر التماثيل واحد ورا التاني. وبيقع رائع البقر وأكتافيوس في حفرة وبيلاقوا فيها قط فرعوني وبيخافوا منه. وبتظهر فجأة تعبان عملاق وبيخافوا كلهم منه بما فيهم القطة. وبيرمي أكتافيوس الخوذة بتاعته في بق التعبان وبيربط راعي البقر بق التعبان بالحبل بتاعه. وبيقدروا أخيرا إنهم يتغلبوا عليه، وبتشكرهم القطة لإنهم أنقذوا حياتها. وبيوصل نيكي وأصحابه للأوضة العليا وبنلاقي إن خامون قدر يحط اللوح في المكان بتاعه علشان يعزف المقطوعة ويصحي إله الظلام. وأثناء ما بيعزف المقطوعة بيقع عليه لا وموميا القرد من السقف، وبيحاول يكمل عزف لكن بيقع عليه أوكتافيوس وراعي البقر هما كمان من السقف. لكن خامون بيقوم وبيكمل باقي المقطوعة وبيحرر جنود الظلام وبيأمرهم يقتلوا كل الموجودين في الأوضة. وبتدور بينهم معركة وبيخاف نيكي في البداية، لكن بيفتكر كلام بابا إنه حارس التماثيل وهو المسؤول عن أمنهم. وبيخرج من الشنطة بتاعته الكشاف وبيستخدموا كسلاح يدافع بيه عن نفسه ضد جنود الظلام. وبيحدفوا لباقي التماثيل واللي بيستخدموه هما كمان. وبيفتكر نيكي إن الحراس خرجوا من السبات بسبب المقطوعة اللي اتعزفت، ولو عزفها هو بالعكس هيقدر إنه يرجعهم تاني. وفعلا بيحاول يقرأ المعزوفة من على الحيطة وبيعزفها بالعكس وبيوصل لآخر مقطوعة، لكن بيهاجموا خامون ويمسح آخر مقطوعة من على الحيطة. وبيكون مفكر إن بكده نيكي مش هيقدر يكمل عزف، لكن نيكي بيخرج التابلت بتاعه وبيقول لخامون إن العازف عنده دايما حلول لكل مشكلة. وبيعزف على التابلت بتاعه باقي المقطوعة وبتنجح خطته وبتسحب البوابة الحراس مرة تانية. وبيقول خامون لنيكي إنه لو هيرجع عالم الظلام فهياخده معاه، وبيسحب نيكي معاه. لكن بيلحقوا تيتي وبيمسك إيده مع باقي التماثيل وبيشدوه. وبيستخدم نيكي الكشاف وبيضرب خامون رعد وبيوقعوا في بوابة الظلام وبيقفلوا البوابة. وبيتدمر المعبد وبيفرحوا كلهم، لكن بنلاقي إن الشمس بدأت تطلع والتماثيل بدأت تتحول لتراب وبيفكروا إن دي النهاية. وبيودعوا بعض، لكن نيكي بيخرج من شنطته صورة للمتحف وبيستخدم اللوح وبيحول الصورة لبوابة وبيرجعوا كلهم للمتحف في الوقت المناسب.
وبيكلم لاري نيكي وبيسأله عن أول ليلة ليه في المتحف، وبيقول له نيكي إنها كانت ليلة مملة ومفيش أي حاجة حصلت. وبيشجع لاري ابنه وبيقول له إنه عارف إنه حارس أحسن منه. وبيوصل دكتور ماكفي وبيقول لنيكي إنه مش مصدق إنه قدر يحافظ على المتحف في أول ليلة ليه. وبيمشي نيكي وبيوصل على المدرسة بتاعته، وبيطلب من المدرسة إنه يعيد اختبار الموسيقى من تاني، والمرة دي مع الفريق بتاعه. وفعلا بيعزف نيكي المقطوعة وبتعجب المدرسة جدا، وبتتغير حياة نيكي وبيكمل شغله في المتحف وبيعمل حفلة للتماثيل، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا طول الليل وبينتهي الفيلم.